هالأكلة الشتوية الطيبة هي الأكلة الرسمية لجماعات الصبايا. ليش؟ رح قلكن نحن عم نعمل مع بعض أطيب حراق أصبع. للكمية اللي عملناها بدي نص قالب تمر هندي بنقعه بمي مغلية وبخليه على جنب. وهاي الأكلة بتحب البصل، بدها بصل كتير، فرمت كمية محترمة من البصل على شكل جوانح رفيعة ورقيقة بهذا الشكل، وحطيت لها طحين، قلبت البصل بالطحين كتير منيح وتركته بالمصفاية على جنب. الطحين بيخلي البصل يطلع معي مقرمش وذهبي. لنجهز العجينة بدنا طحين متعدد الاستعمالات. نحن عملنا 4 أكواب من الطحين، حطينا عليهم الملح والمي حسب الحاجة وعجنا كتير منيح. ولازم تطلع معي عجينة ما بتلزق بالإيد، بس ما بتكون طرية مثل عجينة الفطاير، بتكون عجينة متماسكة وشادة حالها. بخلي العجينة لحتى ترتاح شغلة نص ساعة. أما بالنسبة للتمر الهندي بعد ما ينقع بصفيه بمصفاية ناعمة لأتخلص من كل الشوائب. هلأ ليش هاي الأكلة هي أكلة جمعات الصبايا؟ لأنه خطوات تحضيرها كتيرة، يعني لازم نقسم المهام على أكتر من صبية لحتى تطلع الأكلة سهلة وتخلص معنا. كل وحدة بتعمل شي، صبية على البصل، صبية على الكزبرة، صبية على العجين، هيك لحتى تخلص معي الأكلة. وبصراحة هي صح خطوات تحضيرها كتيرة، بس أبدا ما صعبة ولا معقدة. المهم على سطح مرشوش كمية منيحة من الطحين بنمد العجينة بالشوبك لحتى تكون معي كتير رقيقة، وبحط لها طحين كمان مرة تانية ومنلفها على شكل رول. بعدين منقطعها بالطريقة الموضحة بالفيديو. هاي الطريقة بتخلصي الكمية بسرعة وبتعطيني مربعات عجين مثل ما لازم تكون. ولا تنسوا لازم تكونوا مكترين طحين كتير لحتى العجين ما يلزق ببعضه. بعد ما نخلص كل الكمية منحط العجين بمصفاية، بدنا نخلو لحتى ينزل كل الطحين الزايد. طنجرة على النار، بدي 3 أكواب من العدس بسلقهم 3/4 استوى، وبضيف عليهم التمر الهندي، وبنحط الملح وزيت الزيتون. وأول ما يغلي عندي مننزل العجين بالتدريج ومع التحريك المستمر، هيك لحتى تخلص كل كمية العجين، وما بنترك التحريك لحتى ما يلزق العجين ببعضه، يعني يعجن بقلب الطبخة. شوفوا رح يتقل معي القوام، منزيد مي مغلية إذا احتجنا لأنه العجين رح يسحب من المي لحتى يستوي. منحط بقلب الطبخة كزبرة خضراء ومنقلب، وإذا شفناها أنه بدها مي كمان لحتى يستوي العجين ويطلع عندي القوام مناسب منزيد. منحط زيت زيتون. وشوفوا ما شاء الله الشكل ولا الريحة عن جد غرام من الآخر. آخر إضافة الثوم الني، فينكم تزودوا كزبرة كمان وبعدين بنسكبها. والتزيين لا